أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وسلامة يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن برضو العملات اللي هي القروش التذكارية القديمة، عشان في برضو ناس معاها العملات ديت والناس مش عارفة ان العملات دي ليها قيمة وبتتباع وليها أسعار. فعايزين قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإخواتنا يا رب بالفرج القريب والنصر بإذن الله. وتكون أول عملة معانا النهاردة الخمس قروش بتاعت سوق القاهرة الدولي، إصدار سنة 1968 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1968. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.2 جرام، والقطر بتاعها 25 مليمتر، والسماكة بتاعته 1.3 مليمتر. كمية السك المعروف عن الخمس قروش ديت 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر للأنصر. واكتبوا السعر معاكم في الورقة بالدولار عشان خاطر السعر متغير. ب200 جنيه بواقع 4 دولار. اكتب 4 دولار، وبعد كده لما تيجي مثلا تفكر تبيع، يعني هي دي في الاول وفي الاخر عملتك انت اللي هتقرر تبيعها بكام، سواء اقل او سواء اعلى. بس ده يعني ده انا بقولك تقييمي، ده متوسط السعر اللي موجود على الاي باي ب4 دولار. فاكتبه عشان خاطر الاسعار كل يوم بتتغير، متاخدش السعر بالجنيه المصري. اكتبه بالدولار، وقت مثلا ما تحب تبيع هتبيع طبعا كمية، هتبيع اي حاجة هتحول السعر على طول. يعني وقت يعني مثلا هتبيع الدولار بقى ب60، بقى ب40، بقى ايا كان، فهتحول بقى وتروح تبيع. تمام. زي ما احنا قلنا سعر الأنصب ب200 جنيه بواقع 4 دولار. نخش بقى على تاني عملة معانا النهاردة، الخمس قروش الذكرى ال75 بتاعة البنك المركزي. إصدار بتاعة البنك الأهلي قصدي المصري. إصدار سنة 1973 وانتهى الإصدار سنة 1973. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.52 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 400 جنيه بواقع 8 دولار. زيها زي العملة اللي قبلها، نفس كمية السك 1,000,000 قطعة برضو. تمام. لكن اللي اتغير هنا ان العرض والطلب على العملة يعني بيفرق في سعر العملة. فالطلب على العملة دي يعني عالي جدا على الاي بي، وناس كتير بتخش تزايد على العملة دي، فعشان كده سعرها مرتفع. ده كمان متوسط السعر، في ناس منزلة اسعار اعلى من 8 دولار، والمزايدات واصلة اعلى من 8 دولار، وفي يعني لسه عملة يعني العملة ما حدش زايد عليها كتير، مثلا عاملة 7 دولار، عاملة 6 دولار. فانا بجيب لك المتوسط السعري عشان اعرفك مثلا العملة دي بكام. تمام. المهم يعني زي ما انا قلت ب 400 جنيه بواقع 8 دولار. نخش على تالت عملة، خمس قروش بتاعت الثورة التصحيحية. إصدار سنة 77 وانتهى الإصدار سنة 1979. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 500 جنيه بواقع 10 دولار. نخش بقى على العملة اللي بعدها، خمس قروش بتاعت الغزل، ذكرى 50 للغزل والنسيج، صناعة الغزل والنسيج. إصدار سنة 77 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1977. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام، والقطر بتاعها 25 مليمتر، والسماكة بتاعته 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 500 جنيه برضه بواقع 10 دولار. نخش بقى على العملة بتاعت الخمس قروش بتاعت الفاو. إصدار سنة 77 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1977. معمولة من مادة النحاس والنيكل. معمولة مادة النحاس والنيكل الوزن 4.6 جرام، والقطر 25 مليمتر، السماكة 1.4 مليمتر، وكمية السك المعروفة عنه 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 350 جنيه بواقع 7 دولار. نخش بقى على العملة اللي بعد كده، الخمس قروش بتاعة الفو التعليمي. إصدار سنة 1978 وانتهى الإصدار سنة 1978 برضو. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام، والقطر بتاعها 25 مليمتر، والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر للأنصر 300 جنيه بواقع 6 دولار. خش على العملة اللي بعد كده، الخمس قروش بتاعة العام اللي هو العالمي للطفل يعني. إصدار سنة 1979 وانتهى الإصدار سنة 1979 برضه. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، السماكة بتاعته 1.4 مليمتر.
هي الاوزان والقطر والحاجات دي انا بقولها ليه؟ عشان ده بيختلف من يعني من العمله للتانيه، وبيعرفك مثلا يعني لو في حاجه مثلا يعني العمله دي مغشوشه بتاع، فالحاجات دي انا بحب اقولها عشان لو انت بتشتري العملات انت اللي بتشتري، فانت بدل ما حد يغشك بتاع. انا عارف ان دي نحاس ونيكل والاسعار مش اللي هي الواو، بس انا برضو بحب اعرفها لك عشان خاطر ايه الناس اللي بتشتري العملات تبقى عارفه. المهم يعني كميه السك بتاعتها مليون قطعه فقط لا غير، بسعر للأنصر 350 جنيه بواقع $7. نخش على تمن عملة معانا النهاردة، الخمس قروش بتاعة تطبيقيين، إصدار سنة 1980، والإنتاج الإصدار بتاعها سنة 80 برضو، معمول من مادة النحاس والنيكل، بوزن 4.6 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 500 ألف قطعة فقط لا غير، يعني نص مليون قطعة بس لا غير، بسعر الأنظر 600 جنيه بواقع $12. والأسعار أعلى من كده وفي أقل من كده بشوية، بس أنا جبت لك المتوسط، بس هي سعرها عالي لأن هي معمول منها نص مليون قطعة فقط لا غير، بسعر 600 جنيه بواقع $12. نخش بقى على تسع عملة معانا النهاردة، عملة ال10 قروش بتاعة حرب أكتوبر، إصدار سنة 74 وانتهى إصدار سنة 1974، معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسماكة بتاعته 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر للأنصر للقطعة الواحدة 250 جنيه بواقع $5. نخش بقى على آخر عملة معانا خالص، ال10 قروش بتاعة قناة السويس، إصدار سنة 76 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1976، معمول من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، والسمكة بتاعته 1.5 مليون، واحد قصدي السمكة 1.5 مليمتر، وكمية السك 5 مليون. أنا دخلت دي في دي، كمية السك 5 مليون، بالسعر الأنصر 400 جنيه بواقع $8. شوف يعني يعني 400 جنيه للقطعة الواحدة، وكمان كمية السك مهولة 5 مليون على فكرة قطعة. بس الناس كلها في طلب كبير جدا على عملات قناة السويس عامة، يعني في أي حاجة سواء تذكرة أو الجنيه اللي هو بتاع 2011 بتاعنا أو 2015، كل ده أي حاجة قناة السويس يعتبر مطلوبة أصلا في السوق. تمام كده الفيديو بتاعنا هيكون خلص النهارده يا جماعة، وإن شاء الله يا رب هكمل لكم يعني في السلسلة ديت بتاعة القروش. بس أنا والله برجع تعبان من الشغل جدا، برجع الساعة 8 9 بالليل، فبرجع مش قادر أعمل أي حاجة. أنا عارف إن أنا مقصر في حوار القناة كتير، بس إن شاء الله في فيديوهات كتير جاية. وعايز منكم بس إن انتوا يعني انت لو مش مشترك في القناة والقناة فادتك بأي شكل من الأشكال يعني شايف فيها فايدة، برضو يعني متنساش تدعمنا باللايك، ولو حابب تعمل اشتراك فعل زر الجرس عشان يجيلك على طول الإشعار بالحلقة أول ما تنزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.